السلام عليكم، معاكم عبد الله فتحي صلى على النبي ويلا بينا. كيمياء الفخر العام يا جماعه، اي نص يا جماعه، اي نص يا ولاد عشان خاطر اول حاجه التعريف في النص، مقدمه النص، مناسبه، غرض. تاني حاجه المتن زي ما احنا قلنا، موطن الجمال والمعاني ومش عارف ايه. اخر حاجه التعليق يا استاذ، بقولها والله. النص كله حفظ طبعا، نص عن طريق كله حفظ. نركز على اول 10. لا الحفظ ده حفظ كله يا استاذ، ماشي. مش بمناسبه القصيده بقى، احنا قلنا حب عن طالب من التعامل يا اولاد بيفتخر. بص كلها ايه؟ فخر بنفسه وادب بنفسه يا استاذ، اللي عصر عن جاهليه يا اولاد. مدجج على فكره، اللي هو فاكرين بوحه سلاح تام يا استاذ اهوت يا اولاد. وطبعا بيفتخر بنفسه. كلمه الكميه المفروض ايه؟ الكميه. قلنا دي بتكتب في الامتحان، كميه بتكتب في الامتحان يا جماعه، ماشي. كره الكميه قلنا كنايه. طب قال لك لون، مش يقول لك في الامتحان بطلع كنايه؟ لا، لون بياني. تشبيه واستعاره وكنايه وايه ومجاز، لون بياني اهو. طيب، واما يدي بعاج طعن يا اولاد، احنا قلنا قبل كده بقى هنا يا اولاد موضوع الكعوب العقد. عارف انت الرمح يا احمد؟ في العقد متربى كده ساعات بيبقى عليه كده اشكال ربط كده وطويل ومستقيم. بقول لك ايه؟ الصدق. والصدق يعني اصم، صلب يعني صلب. والمقوم اللي هو متساوي، عقد وعليه عقد كده متساويه كده، يخش ما يطلعش. فشككته يا ولاد، شككته يا ولاد. خلي بالك اهم حاجه عندي، شايفين الكلمه دي يا ولاد؟ شايفين ثيابه دي؟ بيان مجاز مرسل، صح كده يا ولاد؟ يبقى انت عندك المجاز المرسل بقى يا استاذ. يا اخي على الام يا اخي، كرهتوني يا شيخ. يبقى الثياب يا ولاد اهم كلمه، فيها 2 مجاز مرسل، لون بياني، محليه، وقلنا ايه؟ مجاوره. وليس على كلمه محارب، دي الوحيده اللي اسمها كله يا ولاد تسجيل. تسجيل يعني ايه؟ بيأكد على ايه؟ الكلام اللي قبله، فهو ده البيت يعني. كلمه شنشنوا خلي بالنا، نهشوا. تسجيل يعني تأكيد. نهشوا، انا بقول اهو ينشلوا نهشوا يا جماعه. الكلة الشيء والمعصم، خلي بالكم بينهم طباق، محسن بديع معنوي، محسن بديع. لما رأيت القوم أقبل ايه؟ جمعهم يا ولاد. قلنا بقى كلمة يا أستاذ يتذامرون، بيشجعوا بعضهم على القتال، انهم يقاتلوا مين؟ عنترة. لا، هو مش محتاج حد ايه؟ هو بالك غيرته غير مسمى، انا مش محتاج حد يقول لي يشجعني، انا داخل احارب على طول. يبقى ده لون ايه؟ لون بياني، كنايه بيدل على ان هو يخش الحرب باقتحام الواغه، يعني اقتحام الايه؟ الحرب من غير ما حد يحركه. مش ما بيقولوش يلا يا عنتر، هو رايح لوحده. الاطناب ماله؟ لا لوحده، ملوش دعوه بالحاجات دي. قصده على التسجيل، مش عليك يا عمال، مش انا فوتها؟ مش عليك يا عمال، مش عليك. يدعون عنتره يا ابني، مش عليك. طبعا كلمه اللبان يعني ايه؟ اشطان مفردها شاط، ماشي. طيب يا ولاد، والرماح كان تشبيه ايه ده؟ خلي بالكم تشبيه، شبه الرماح بقصتها من حبل البئر، مش هتكلم تاني فيها يا ولاد. المهم الثغرة لبان قلناها صدر يا جماعه. تسربل، فاكرين الاستعاره المكنيه؟ سوى قصرة الدماء بالقميص الذي يلبس بكل قصة الدماء. كانوا ايه؟ لبس قميص يعني يا استاذ. نعم. فزور مال معرضا والقنا. خلي بالكم، انا قلت يا جماعه العبره هي الدمعه، انما العبره العظه. والتحمحم صوت الفرس الايه؟ اللي بيسترحمه. هو ينفع الحصان يشتله ولا استعاره مكنيه؟ استعاره مكنيه. بعد كده يا جماعه اشتكى برضو استعاره ايه؟ مكنيه. ولقد شاف نفسه ابرأ سقمها يا ولاد. شاف نفسي نعلم عليها، اراحها. ابرأ سقمها شفى مرض. علموا على الكلمه دي لو سمحتوا، لو سمحتوا. ويك يعني مع اسم فعل معنى وي يا ولاد، ماشي. وي اسم فعل ايه؟ لا مضارع. ويك ان قوله تعالى ويك ان لا يفلح طيب يا ولاد، خلي بالكم يا ولاد. يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ نعلم على دي وشفى نفسه وابرأ سقمها يا ولاد، ماشي كده يا ولاد. وخلي بالكم ولقد ابرأ وسقمها، البيت ده كتير بيجي لك منه حسن بديعي، ماشي. التعليق على النص مهم 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 مهم، لا يخلو امتحان منه. فإلى ما خرجت يا أستاذ عن مقتضى الفخر
خبر يعني ايه؟ بخبرك بالكلام، فاكر خلي الذهن. هو عايز يخبرني ولا عايز يفتخر؟ يفتخر. ادي واحده. الالفاظ مختاره بعنايه، صعبه وقويه، انما التراكيب الفاظ منسجمه على اتم بين المعنى واللفظ في تناسق. انما الخبر خرج من منتظر الايه؟ للفخر الفردي. طيب الاسلوب يا جماعه يحمل طبعا برضه الفخامه والجزاله. جزاله يعني قوه يعني. خلا من اي تعقيد، البيئه صحراويه، بيئه هاديه، مش محتاج تعقيد. صعب الكلام اللي اتعلقت عليا؟ اكتب على كله، اكتب عليها مهم يا جماعه. النص لسه كام يا جماعه؟ يلا بسرعه كده. 104. 104 ده؟ يا باشا. النص الثالث عروه الراجل ومراته هم زعلانين، احنا مالناش فيه، بس المهم ناخد النص. اقل علي اللوم يا ابنه منذري ونامي فان لم تشتهي النوم فاسهري ذريني ونفس ام حسان انني بقى قبل املك البيع ايه؟ مشتري. طبعا يا استاذ كلمه هامه يعني ايه؟ القبر. صح كده؟ تجاوب احجار الكناس وتشتكي القبر والاحجار الى كل ما تراه ايه؟ ومنكري. طبعا ذريني اطوف ادور في البلاد لعلني اخليك يعني ايه؟ اطلق اخليك حر، انت حره، او اغنيك عن سوء محضر يا استاذ. مذله. فان فاز سهم المنيه كنايه عن ايه؟ الموت. لم اكن جزوعا وهل عن ذاك في حد الاخر عن الموت؟ طيب وان فاز سهمي كنايه عن ايه؟ الحياه. كفاكم عن مقعد لكم خلف ادبار بيوت ايه؟ ومنظر تقول لك الويلات. الويلات هتقول هل انت تارك استفهام غير حقيقي ولا مجازي؟ مجازي يا استاذ. بتتمنى دبوءا برجل طاره ومنسري. طبعا برجل ومنسر ده طباق محسن بديع يا جماعه. ومستثبت في الملك العام انني اراك على اقطاب صرماء ايه؟ مسكري. صفات ايه ديت؟ صفات الناقه، دل على انه لكم ايه؟ اشد انواع الصعاب يا استاذ. وفجوع بقى للصيام مذله، مخوف ورضاء ان تصيبك فاحذري. ابى الخفض من يغشاك من ذي قرابه ومن كل سوداء المعاصم يا ولاد ايه؟ تعتاد. طبعا ايه؟ انا عايز اخليك عايشه ايه؟ حلوه وجميله، بعيد عن مين؟ عن اي واحده ايديها يا عيني تعبانه من كتر الشغل يعني. طب يلا بينا مع النص يركب مع بعض. العصر عصر ايه؟ هجيب نص من اوله تاني. طبعا النص بتصور منهج الصالح يا جماعه، تعتمد على الحوار، تعتمد على الحوار، تعتمد على الحوار. يلا بسرعه كده اول نص يا اولاد. قلنا اقلي يعني قليلي. خلي بالنا يا جماعه، اقل مش كلها امر للرجاء والطباق، ده كله محسن بديعي. لوم ونوم كلمتين شكل بعض معنى مختلف بايه؟ جناس غير تام. انا بقول اهو زاريني، ما تسيبيني بقى يا ام حسان، دعيني واتركوني بقى. زاريني. خلي بالنا انشائي ايه؟ امر ونهي وتمني ونداء وايه؟ واستفهام، والباقي كله خبري رجائي. احاديث تبقى يا استاذ. الهم يعني قلنا ايه؟ الموت، صح كده؟ والقبر يا اولاد تجاوب احجار الكناس، برضه مقصود الايه؟ القبر، صح؟ والمعروف والمنكر بينهم طباق محسن بديعي. خلي بالك يقول لك وضح اصله في المعنى، هتقول لي وضح المعنى ويقويه بالتضاد. لو جاب لك اي طباق قال لك ايه؟ وضح اصل بنفس الفكره. لا الجهاز بقى في جرس موسيقي، انما الطباق يوضح المعنى يا استاذ. زارين وطوف يا استاذ. خليك بقى خليك غني. لا يا باشا في الجناس لا، في من قلت لك وضح المعنى قوي. هو المهنج ولا النسخه شغاله؟ يلا بينا. زاريني. فإن فسر قلنا ايه؟ الموت مش الموت، كناية عن ايه؟ عن الموت، صح كده يا ولاد؟ طيب كلمة جزوعا عكسها ايه؟ مطمئنا. ايوه مطمئنا وامنا. فإن فسر من قلنا ايه؟ كناية عن الموت، وإن فسر كناية عن الحياة يا جماعة وعن نجاته يعني. صعب الكلام؟ طيب طبعا تقول لك الويلات. خلي بالكم نعلم على الكلمات يا جماعة. ضبوءا تخاف الستار يا جماعة على حسب يا صح وغلط. ماشي يلا. دبوء التخفف والستار يا جماعه. منسري خلي بالكم يا جماعه مع ناس راكبين. احنا قلنا الرجل والمنسر بينهم تضاد. انا بقول اهو بتوقع علينا في الامتحان مش عارفين هم العلاقه بينهم يا اولاد. محسن بديع يا استاذ. طارق وطار طبعا محسن ده جناس كبير شكل بعض معناه ايه؟ مختلف. هل انت تارك استفهام غرض المجازي او اسمها كده؟ التبني والرجاء. اي اسم بقى طبعا مجازي يا جماعه. مستثبت بقى ماشي. اقتات خشب الرحل. الصرماء النقل متخيلها خلي بالكم. كناية عن اشد ركوب انواع الخاطر. انا بقول اهو. الفجوع يولد تفجع الناس، وطبعا كناية عن ركوب الشعر اشد انواع الخطر يا جماعه. كل ده خلي بالكم. ابى الخفض لان العيشه السهله والجميله يعني. تعتري تاتيك طالبه ايه؟
معروف. ماشي. ومن يغشاك من ينزل عندك ضيفا، انت هتكرم الناس دي كلها انت بقى. طبعا سوداء المعاصم كان على المرأة التي ايه تزاول الاعمال الخشنه يا اولاد. طبعا زيد ابوه، من زيد ابوه يا اولاد؟ كل واحد بينتمي لقبيله زيد. اعطاني حياتك احفظي حياتك. لحى دعاء عليه صح؟ لعن. والمشاش رسول العظام يا جماعه. الظهر الزمن والقرى ما يقدم للضيف، خلي بالكم. العريس المجور فاكرين الخيمه ولا يقوم من النوم بقى وعليك تراب ومش عارف ايه ونظف نفسه؟ ها؟ طيب ماشي. ينام عشاء ثم يصبح قاعدا يحط الحصى، بيبعد الحصى عن ايه؟ عن جنبه. يا ولاد كنايه عن قصه نومه يا ولاد، صح كده ولا ايه؟ يعين، ده بيساعد مين؟ النساء بس يا عيني، بيتعب في تعب ملوش فايده يا ولاد. فيضحي طليحا كالبعير، تشبيه ايه ده؟ شبهه بالايه؟ بالبعير يا ولاد، قله الحركه وجه الشبه، خلي بالكم. طيب يا ولاد التاني بقى يدعي له بقى، هو بيدعي له بقى القابس ملوش الشعله، ولله تعبير دعاء غير منه الدعاء. صعب الكلام؟ طيب قلنا بقى شاب بشرة وجه الصعلوك بضوء الشهاب، ده منور قوي الراجل ده. الزجر بيطردوه، يلا بره. قلنا المنيع، فاكرين نوع القداح الميسر يا اولاد؟ طيب لما قلنا بقى ايه يا ابني النوع اللي بتاع اللي بيتحط في العلبه ويقعد يشتري كده ويطلع منه الزهر. وصل كده؟ عارف لما تحط الزهر كتير وفي العلبه بتعمل دوشه كده، شاب صوتهم بالصوت القداح ده، صوتهم الزجر ده يعني. ماشي كده يا اولاد؟ وان بعدوا لا يامنون اقترابها يا اولاد. فاكرين لما يجي يمشي بقى السلوك الناس كلها خايفه منه، خايفين مستنيينه مترقبين. فاكرين الغائب؟ كان واحد لهم غريب راجع لهم يا اولاد، او غائب عنهم راجع لهم، فشبه ده بده، شبه ترقبهم لمين؟ للصعلوك. بمين؟ بالترقب الغائب يا ولاد اللي مستنيين. فاذا ان يلقى المنيه يعني ايه؟ يلقى الموت يا ولاد. وبعد كده القذيفه بتمثل ايه؟ منهج مين؟ الصليب. خلي بالكم يا جماعه. والشعب بيعبر عن ذاته، تقوم القصه على ايه؟ بعلم، انا بعلم. فعنده وحده عضويه ولا مش وحده عضويه؟ تمتاز بطرافه ايه؟ التجربه. يعني طرافه التجربه يعني تجديد، تجربه جديده، تجربه جديده، قوه وجزاله ورصانه. بيجي التعليق ده في نص الابيات عادي، يقول لك طلع علوم بين هنا وبما تمتاز القصيده. وصل الفكره؟ عايز اقول لك ايه؟ عادي جدا. مش هقول لك جاوب عن التعليق القصيده، لا مش هقول لك كده في الامتحان، لا. نص هتحفظه، ربنا يفتح عليك هتحفظه، اسمع بس مني. مدح النبي ورد الصحابه سيدنا حسن بن ثابت يا اولاد. ان الزوائد يلا بينا. طبعا وفد بالمناسبه بقى وفد تميم وجوم للنبي والنبي قال لسيدنا حسن يرد عليهم. مش هتكلم تاني في الموضوع تاني يا اولاد، خلاص. طب كده العصر الاسلامي يا جماعه خلي بالكم. ان الزوائب، قلنا الزوائب ايه؟ الناصيه. ايوه يا استاذ. سنه يعني ايه؟ منهج، طريقه ومنهج يا استاذ. ان الزوائب استعاره تصريحيه لانه حذف المشبه وصرح بالمشبه اللي هم مين؟ الصحابه. والزوائب يا استاذ تعالوا طلع اسلوب توكيد، ان وايه؟ وقد. ودايما قد بتدل على التحقيق، نخلي بالنا لان المقام مقام تاكيد. انا عارف ومتاكد انا بقول من ايه. يبقى قد بتدل على ايه؟ على التحقيق. ايوه ايوه ايوه. يرضى بها بالها يا استاذ السرير. طبعا ما يكتب عن الناس يا ولاد. ما معنى شرعوا سنوا؟ شرعوا سن كل نكره في العموم والشمول. ماشي كده يا ولاد؟ بالامر اطناب، خلي بالنا نعلم على دي يا ولاد. بالامر الشرع اطناب بياكد المعنى، نفس المعنى اصلا بالظبط، هو مدين نفس المعاني فاسمه اطناب. اذا حاربوا قلنا ايه؟ الاشياع اتباع رجل وانصاره. حاولوا راموا طلبوا. نخلي بالنا يا جماعه. البيت رقم 3 133. قوم مش قصده على الصحابه، يبقى النكره بتاع ظيم، مش قصده على حاجه ثانيه يا اولاد. اذا بتدل على التحقق، انما ان بتدل على الشك. البيت في مقابله، ايوه فاكرين؟ جمله عكس جمله، ضر الاعداء. وعلى فكره محسن بديعي معنوي، محسن سجيه، مش دي غريزه فيهم وطبيعه فيهم يا ولاد؟
طيب يا استاذ، السجيه دي يا استاذ النكره تفيد ايه؟ فاعلم جمله ايه؟ فاكرين كلمه لا مؤاخذه ولا مؤاخذه؟ جمله اعتراضيه هي يا استاذ، صح كده؟ غير محدثه وبدع، مش البدعه محدثه اصلا؟ طب وغير محدثه يعني مش جديد، يعملوا انطباق يؤكد المعنى ويوضحه يا استاذ، نركز لو انا صح. لا يرقى، فاكرين الثوب بقى والتمثيل بقى؟ تشبيه تمثيلي في الحالتين، تشبيه تمثيلي في الحالتين، عكس وعكس. هما بوظوا محدش يصلح، هما صلحوا محدش يبوظ، بالظبط كده. لو سمحت ما راجعوا ما اصلحوا يا اولاد، مش هتكلم فيها تاني. او هتاكفون مجاز عقل، خلي بالكم على فكره الحاجات دي ركزوا عليها اول حاجات، اول مره تعرف في النص دي تعرف ان هي ايه مهمه. انما اكفون مجاز مرسل اكتب جزئيه اوزع عليه مقابله بقى لا يركع، واحنا ايه ولو يبقى في مقابله في تشبيه تمثيل. على فكره يا جماعه ده مهم جدا 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 جدا. اذا كان في الناس سباقون سباق، ادنى اقل نبع تابع، اهم حاجه عن ايه؟ اتى باذا الشرطيه، بين الشرطيه ليه؟ ليه؟ لان جوابها غير مقطوع به. انما اذا جوابها ايه؟ ماله؟ مقطوع به. سبق كلمه كل نكره في العموم، قال لكم كده اهو. ولا يظن، فاكرين الظن البخل، فاكرين البخل؟ طيب واي مضارع بيدل على التجدد، صح؟ مولى نكره في ايه؟ العموم ايه؟ والشمول. مطمع نكره في التفخيم. خلي بالكم يا جماعه، ماشي كده يا ولاد؟ الطبع طبعهم يلا، يقول لك مجاز علاقته الاطلاق والتقييد. مطلق طبع في كل الاحوال، ده طبعهم اصلا، ده ايه طبعهم. الاحلام الحلم يا جماعه الاناه، مش الحلم بتاع الرؤيه، مش النوم. انا بقول اهو ايوه عف عفيف. الوحي الموحى به القران، جمع وحي ايه؟ وحي. يبقى ايه مربط بالوحي؟ النبي ولا سيدنا ولا القران؟ القران. يزري يعيد. اعف اجاز، علموا يا بنات، الرجاله مش عايزين، مش مهم. اعف اجاز بحسن مبتدا يا استاذ، واعف نكره تفيد ايه؟ التعظيم. اللفظ الوحي مجاز مرسل عقل الاشتقاق، لان المراد بايه؟ ايه؟ القران الكريم يا استاذ. ولا يردون، ينفع الطمع يهلكهم ولا استعاره ايه دي؟ يبقى تشخيص شخص الطمع يا استاذ، بينهم طباق بقى. كم خبريه تفيد التكسير؟ اي كم خبريه تفيد ايه؟ جدعوا يعني قاطعوا، جدعوا يعني قطعوا. خلي بالك، صديق وكرامه وعدو وجدع بينهم ايه؟ يا جمله عكس جمله يا ولا يبقى مقابله على طول يا استاذ. اعطوا نبي الهدى هو ينفع يديله طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صوروا؟ يبقى تقسيم ولا تقسيم؟ قسم الطاعه. ينفع اديك الطاعه؟ استعاره مكنيه على طول، تقسيم يقص على طول كده يا استاذ. ونيا يعني تاخر، نزعوا يعني منعوا اهو. ربعوا معناها انتظروا يا جماعه نعلم. ربعوا معناها ايه؟ انتظر. طباق بن دي ماشي خلاص. ما زال يسير حتى استقاد. ما معنى استقاد؟ استسلم وخضع عليهم اهل الصليب والنصارى والبيع مع عبد اليهود يا اولاد. ما زال بيدل على الاستمراريه، لا فخر، ما فيش فخر. هم في فخر؟ ضعفاء خر؟ لا جزع. الجزوع الذي لا يصبح المصيبه يا جماعه. طبعا في البيت مقابله الشطرين. ازاي يا استاذ؟ هنا يا جماعه ما فيش فخر، بس هنا في ايه؟ هنا ما فيش فخر ولا في ضعف، خلي بالكم يعني. اكرم اسلوب ايه؟ افعل به اسلوب ايه؟ تعجب. اسلوب ايه يا رجاله؟ يبقى خلي بالكم اسلوب انشائي، نوعه تعجب، غرضه اكرم بقوم رسول الله يعني. قوم نكره في ايه؟ تفخيم الامر يا جماعه. الاهواء، الهوى، الميل مع العاطفه دون مشي ورا قلبه، يعني عايز اقول لك كده يعني. طيب يا استاذ، اهدي لهم مدحي. طبعا ايه؟ حائك صائغ، حائك صائغ يا اولاد. قلب نكره في ايه؟ التعظيم. اهدي طبعا اهدي القلب، هو ينفع القلب يهدي حد ولا مجاز؟ نكره في ايه؟ التعظيم. افضل احياء حي جد القول ده في مصطلح موصوف. شمعوا لاعبوا. ماشي كده يا اولاد؟ خلي بالكم. فاكرين لما قلنا جمله اسميه بتدل على صفه الجماعه على طول؟ الحمد لله. فاكرين الحمد لله رب العالمين اللي ربنا عمل جمله اسميه يا استاذ ليه؟ بيدل على صفه الايه؟ والدوام. وكلمه كلهم اكد ولا ما اكدش؟ اكد ولا لا؟ يبقى انت عندك هنا افضل واحد ادي مؤكد، وكلهم مؤكد الثاني، صح؟ وان مؤكد مش مؤكد؟ وان مؤكد يا استاذ، صح كده ولا لا؟ كم اسلوب مؤكد هنا يا اولاد؟ في 3. ان وجمله الاسميه وكلهم. تعليق على النص. امتثل بالصدق يا جماعه.
سين سين سين. ليه الشاعر ما بدأش القصيدة بمقدمة؟ لأنه بيرد على الشاعر مين؟ تميم. علم عليها سين. أنا كاتبها في الشرح يا سين. لماذا؟ امتاز بالوضوح والعاطفة قوية، ألفاظ سهلة متأثرة بالقرآن، أصل بقى واضح يا جماعة. هو إيه؟ المدح النبي صلى الله عليه وسلم. النص اللي بعده الساعة كام؟ الساعة إيه؟ صفحة كام؟ آخر نص ده؟ آخر نص؟ ايوه هو ده واحد. درس زفرة والد. زفرة والد يا جماعة. الواد الجاحد ده وما يبدأ بالسلط، ابنه الجاحد. أيوه هو ده يا أستاذ. كله يحفظ تعريف الشاعر، يمتاز الشعر بالسهولة والداخل من الألفاظ أساطير. ما تكافر. العاطفة طبعا كلها حزن على ابنه الجاحد، مش وما يبدأ بالسلط. الاسلام عدى عليك اهو. انا غزيتك يا ابني وانت صغير. لا هم 5 دقايق اخلص من النص ونخلص عشان خاطري. انا غزيتك يا ابني علشان ايه؟ تكبر. حاضر. والنهل يا ولا شرب الاول يا ولاد. بس ايه اهم حاجه التربيه هنا في البيت ده. التربيه مولود ويافع بينهم ايه؟ طباق. تعلوا قناعا ان الاب ضحى عشانه كل شيء. غزوته كده عديها. إذا ليلى ينفع ليلي ينوب يا ولاد ولا عندك تصوير هنا؟ تصوير. لم وإلا أسلوب إيه ده؟ اللي هو كسر يعني. نعم. أتململ تحب كسر يعني راجل في معنى أتململ إيه؟ الجمرة. يتقلب فين؟ في الجمر يا ولاد. صح كده؟ طيب. العلاقة توضيح. أنا المتروك. ما معنى متروك؟ المصاب. أنا المصاب يا ابني. أنت اللي بتتعب يا ابني. أنت اللي تتعب. أنا اللي ببقى مصاب مش أنت. تهمل يسيل من الدمع يا ولاد. وبعد كده رضى الموت يا ولاد الحتم لما فر يا جماعه. خلي بالكم لو سمحتوا. البيت ده كله تعليل. البيت اللي بقى قبله كان توضيح، ده تعليل. فلما لما كبرت بقى يا ابني وجبها مقابلتي بما اكره يا ولاد. انت قابلت الود والحب بالايه؟ بما اكره. اؤمل اتمنى. كانك انت المنعم. شبهه بقى. شبه مين؟ شبه يا استاذ الذي ينعم مين؟ بانعام الاب على مين؟ على ابنه. صح؟ بكانه ابنه هو الذي انعم يعني. تشبيه يعني. البيت السادس جواب لما قبل يا ولاد. يعني انت عندك جواب وقبلها كان تعليل، قبلها كان توضيح. فاذا طلع تحافظ طبعا يا ولاد. ليتك اسلوب ايه؟ انشاء. نوعه تمن اظهار عق ولد مين لابيه يا استاذ. شبه فعله بفعل مين؟ الجار. تشبيه. معدا يا ولاد اي محضر ومهيئا. الجمله دي جمله يا ولاد. اللي هيسلف في القصيده خبريه. ما عدا فليتك. طب ليه استخدم الاسلوب الخبري في القصيده دي بقى؟ ليه؟ هو بيقول خيال ولا حقيقه؟ حقيقه يا استاذ. هتجيلنا دلوقتي. امتثل بالتجربه الشعريه. صح؟ ادي واحده. صح كده يا ولاد؟ جاء الصوره الخياليه قليله. ليه؟ الشاعر آثر وفضل الحقيقة الصادقة والكلمة المعبرة يا ولاد. فمش محتاج خيال أصلا في الموضوع ده. جايب حقيقة في الكلام. اعتمد على الأسلوب الخبري ليه؟ أقدر على بيان علم كله يعلم أهو. ماشي خط كلمة أهو. الألفاظ سهلة يا جماعة. الأبيات مترابطة يا جماعة. البيت توضيح والربع تعليل. كله بيكمل بعضه. فالأبيات مترابطة. امتاز البيت الاخير بامنيه يا جماعه. خلي بالكم انه بيطمع ان ابنه يعامله معامله مين؟ الجار. اي موسيقى في اي نص كام نوع؟ داخليه والخارجيه. تمثل في الوزن والقافيه او التصريع او الجناس. انما الداخليه ايه يا استاذ؟ كلمات موحيه وارتباطها بحاله الشاعر او مناسبه المعاني للالفاظ في القصيده. اي موسيقى في اي نص كام نوع؟ انا بقول طب والخارجيه هتمثل فين؟ والوزن وايه؟ او التصريع او الجنان او حسن التقسيم. براحتك. اللي موجود في قصه حروف قولوا. انما الخارجيه يا استاذ في الكلمات المشعره وارتباطها بحاله الشعر. يعني المعنى اللفظ بيترجمه. العلاقه بينهم بنشوفها؟ ما بنشوفهاش. اسمها موسيقى داخليه يا اولاد. لو استفدت او استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك يعني بالعربي كده. تشترك في القناه. لايك على الفيديو حاجه بس منك ولكن بتشجعنا ان شاء الله تعالى ان احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.